يا أهلا بيكم. النهاردة هتكلم عن موقف كلنا بنخاف منه وبنعمله ألف حساب. السيناريو الأسوأ لأي علاقة انتهت، اللحظة اللي فجأة كده تلاقي الأكس في وشك وتكتشف إنهم كملوا حياتهم وإنت لسه واقف مكانك. النهاردة هنحلل الموقف ده بالتفصيل، وهنشوف إزاي التردد والتفكير الزيادة ممكن يضيعوا مننا كل حاجة. يلا بينا نبدأ. الحكاية كلها بتبدأ من الجملة دي، جملة عبقرية في غموضها. متفقناش وسيبنا بعض. دي مش فركشة صريحة، دي أقرب ما يكون إحنا خدنا استراحة مفتوحة بس محدش فينا قال للتاني. البداية اللي مش واضحة دي هي اللي هتخلي كل اللي جاي بعد كده متلخبط. وده بيودينا لأول فصل معانا، الفركشة اللي لسه ما خلصتش. النهايات اللي زي دي بتسيب الباب موارب، بتخلي الواحد عايش في حيرة، مش عارف هو المفروض يقفل الصفحة دي تماما ولا يفضل مستني رسالة عامل ايه اللي غالبا عمرها ما هتيجي. ومن هنا بطل قصتنا بيدخل في المرحلة التانية، مرحلة نقدر نسميها دوامة التردد، أو لو هنشخصها بدقة أكتر، المماطلة القاتلة. يعني التسويف اللي بيضمن لك إنك هتخسر أي سباق حتى قبل ما تفكر تشارك فيه. كان كل مشروع يسيطر عليه ويقول خلاص بقى همسك التليفون واكلمها، كان في حاجة غريبة بتوقفه. ايه هي الحاجة دي؟ ده سؤال المليون جنيه. هل هي الكرامة اللي فجأة بتصحى من النوم؟ ولا يمكن الأبراج مش متوافقة اليوم ده؟ ولا يمكن باقة النت بتفصل في اللحظة الغلط بالظبط؟ بصراحة لغز محتاج تحقيق. اللي قدامنا ده يعتبر تحليل للخوارزمية الفاشلة اللي كان عايش فيها. الخطوة الأولى توحشه، الخطوة الثانية يقرر إنه هيكلمها، الخطوة الثالثة الحاجة المجهولة دي تظهر في الصورة، الخطوة الرابعة نعيد كل ده من الأول. دي مش قصة حب، دي حلقة بتلف في مكانها ومش بتوصل لأي حتة. وفجأة الأحداث بتاخد منحنى درامي، بندخل على الفصل الثالث والأخطر، ظهور شخص ثالث. وده يعتبر تقرير ميداني عن لقاء مفاجئ تماما، اللحظة اللي كل التردد والتفكير بيتحولوا فيها لندم صريح. بعد كل التسويف والتحليلات دي، الصدفة قالت كفاية لعب لحد كده، ومن غير أي مقدمات اتقابلوا نفس اللحظة اللي كان بيحلم بيها وبيخاف منها في نفس الوقت. لكن اللقاء ده ما كانش زي ما هو كان متخيل خالص. ما كانوش لوحدهم. وهنا بقى التوتر بيبدأ بجد. وهنا بتيجي الصدمة كلها في جملة واحدة: كان في حد تالت بينا. اللحظة اللي كل أحلام الرجوع فيها بتطير في الهوا وتتحول لكابوس حقيقي ماشي على رجلين. طيب تعالوا نحلل المشهد ده كأننا في مسرح الجريمة. الملاحظة الأولى كان قريب منها، الملاحظة التانية عينه في عينها، الملاحظة التالتة ماسك إيدها، والملاحظة الرابعة ودي الضربة القاضية وما بيسيبهاش. تحليل موضوعي جدا لكارثة عاطفية حاصلة قدام عينه. بعد الصدمة الخارجية دي لازم بقى ندخل جوه دماغه ونشوف ايه اللي بيحصل. فصل جديد معانا بعنوان تشريح الندم. هنا هنحلل الحوار الداخلي العنيف اللي كان داير في عقله في الثواني دي. الصراع كان واضح قوي. على الشمال الكلمة اللي كان المفروض تتقال من زمان، آسف، وعلى اليمين اللي اتقال فعلا ولا أي حاجة. صمت تام، مسافة رهيبة بين الكلمة اللي كان ممكن تصلح كل حاجة وبين اللي حصل في الواقع. صوته الداخلي كان قاسي جدا وفيهوش رحمة. داري في نفسك وامشي وفارق. انت خلاص خسران، مش فارق. دي مش مجرد نصيحة، ده أمر بالانسحاب الفوري من عقله اللي بيقوله المعركة خلصت، اهرب بسرعة قبل ما شكلنا يبقى وحش. والأصعب من كل ده إنه شاف في عينيها فرحة، نفس الفرحة اللي كان نفسه يشوفها، بس المرة دي هو مش سببها. ودي أكتر لحظة بتوجع، لما تكتشف إن السعادة اللي كنت بتدور عليها موجودة أهو، بس مع حد تاني. وده بيوصلنا للنقطة الأخيرة والأكثر تعقيداً في القصة، مفارقة الذاكرة، اللي هي عبارة عن دراسة في الرغبات المتناقضة. الصراع الأبدي بين إنك عايز اللي بتحبه يكون سعيد وفي نفس الوقت إن نفسك تكون أنت سبب سعادته. المقارنة دي بتلخص المأساة كلها. أمنيته ليها يا رب فرحها ونسيها، طب وأمنيته لنفسه وأنا منساش. يعني هو عايزها تنسى عشان تبقى مبسوطة، وفي نفس الوقت عايز يفضل هو فاكر عشان يفضل يتعذب. ده اللي اسمه التعلق المؤلم، اللي هو مش عارف يسيب ولا عارف يرجع. وفي نهاية تحليلنا للحالة دي هنسيبكم مع سؤال مهم. في قصة زي دي مين الخسران الحقيقي؟ هل هو اللي فضل متردد لحد ما خسر؟ ولا هي اللي كملت في حياتها؟ ولا يمكن أصلا في الحب مفيش حاجة اسمها مكسب وخسارة، في بس توقيت صح وتوقيت غلط؟ فكروا فيها.